جماعة هو فين المنتخب التالت؟ احنا شفنا الاول وشفنا التاني والحمد لله يعني مخيشين للصبح. هتلاقي يا عم المنتخب التالت يا عم نجربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الشريف من جول استوديو. الحمد لله امبارح الماتش الواحد كان مستني انه يكسب ويفرح وبتاع، الواحد كان مضغوط جدا وكان على اعصابه. الواحد ما كانش مستحمل اي خسارة امبارح، الجمهور المصري كله كان قاعد بيتفرج وكان مضغوط ومتنشن وعايز اي حاجة تفرحه، عايز الكرة تخش، يعني عايز الفرحة تخش قلوبنا تاني ونتفرج على حاجة بعد المهزلة اللي حصلت في كأس العرب منتخبنا التاني. الحمد لله كسبنا. مصر الصراحة بدأت الماتش لعبوا فنيا حلو بداية الشوط، عملوا كام فرصة كويسين. الواحد فرح في الأول بالكام فرصة اللي اتعملت، ثلاث أربع فرص اتعملوا في أول المباراة في أول الشوط. واحدة ضيعها تريزيجيه، شاطها براسه الصراحة، شاطها حلو جدا بس ما كانش موفق، الحارس شالها من على الخط. والكرة التانية بتاعت إمام عاشور شاطها بوش رجله. يعني ما شاطتش احسن حاجه امام، بس يعني فرص ضيعناها. هي دي مشكلتنا دايما مصر، ان هي بيجي لها فرص كتيره وما بنعرفش نستغلها، وهي دي دايما المشكله اللي دايما كل مره بنتكلم عليها، ان احنا كميه اهدار الفرص مش طبيعيه. كل شويه يجي لنا فرصه وكل شويه نضيعها، ده مش منطقي جدا. بالنسبه بقى لخطوط الاخطاء الدفاعيه دايما اللي بتحصل، دي كوارث في الدفاع. يعني هو حسام حسن، كابتن حسام حسن قدر يظبط شويه حته الهجوم، سواء تريزيجيه سواء صلاح سواء مرموش سواء مصطفى محمد حتى لما نزل. بس لسه ما زال في مشكله في حته الدفاع. الجون اللي دخل فينا دخل من خطا دفاعي كارثه. كابتن حسام عبد المجيد يعني نقدر نقول هو مش عامل تمركز كدفاعي، مش عامل تمركز صح. مفيش، ما عمري ما شفت مدافع كرة بتتلعب عرضيه مش ماسك المان بتاعه. يا حسام عبد المجيد دي حاجه الف ب، يعني دفاع مفيش تمركز، انت كده مفيش صفر تمركز. الكرة بتتلعب عرضيه المفروض تبقى ماسك المان بتاعك كتف في كتف، عشان كله عشان المهاجم بتاعهم ما يهربش منك، وعادي وبيشوطها في الجون. وطبعا كالعاده الكابتن الشناوي ربنا يخليه لنا، يعني الكور بتعدي زي السكينه في الحلاوه ما شاء الله عليه. انا عايز اتكلم عن الحته بتاعت امام عاشور. كابتن حسام حسن خرج امام عاشور، انا يعني هو 100% خرجه لاسباب فنيه. ده مش اصابه خالص، من مؤكد يعني اتاكدنا من المعلومه، هي مش اصابه، هي مش اصابه نهائي، هي فنان. فهو انت خرجت امام عاشور ليه؟ انت دخل فيك جون ماشي، قلقت مضغوط مقدر ده كله، بس انت خرجت ليه؟ يعني صانع الالعاب بتاعك، اللي هو نص الملعب بتاعك الوحيد. انت مهم جدا ان انت عندك في نص الملعب اللعيب رقم 10، واللعيب اللي هو صانع الالعاب، اللي هو يقدر يعلي الريتم، يسرع الريتم، يهدي الريتم، ازاي عنده الرؤيه، ازاي يدي ثرو هنا، يدي ثرو هنا، يباصي ازاي، يوقف امتى، يشوط. انت ده يعني نقدر نقول رمانة الميزان بتاعت نص الملعب، انت بتخرجه ليه؟ انت شايف ان مثلا جات له فرصه ضيعها ماشي، شايف ان هو مش مركز شويه ماشي، بس انت لسه انت في الدقيقه 34 بتطلعه. يعني انت لسه بدري قوي، انت حتى ما جربتوش. يعني انت بتخرج لعيب نص ملعب وتنزل مهاجم عشان دخل فيك جون واحد بس من زيمبابوي؟ لا ده مش مقنع بالمره. التنشنه اللي بتحصل دي مش طبيعيه جدا. وبالنسبه لكابتن حسام حسن، انا مقدر جدا ان هو عليه ضغط عالي جدا، والجمهور المصري كله ضاغط عليه، سواء اعلام سواء الناس كلها في الشارع. من الاخر كده انا عارف ومقدر ان كابتن حسام حسن نازل الماتش وهو عارف من جواه ان هو يعني الناس بتربص له الخطأ واحد، ان هو اللي هو لو غلط غلطة الناس مش هتسمي عليه، هيتسلخ حرفيا. فهو نازل متوتر، وتوتره وضغطه ده ما شاء الله موصله لعيبه، موصلنا احنا كجمهور. احنا كجمهور متأثرين باللي هو بيقوله. فانت بتعمل اخطاء ماشي، بتعمل كوارث ليه؟ يعني انت خلاص عدي الامور. غلط امام عاشور ما كانش احسن حاجه، بس سيبه في الملعب بقى، ما خلاص مش هتقعد تطلع اهم لعيب عندك في نص الملعب اللي هو بيوزع لك اللعب وتنزلك بمهاجم. اه طبعا يمكن نقول ان احنا كسبنا 2-1 وربنا، بس ده كان كل ده توفيق من عند ربنا، يعني في الاول وفي الاخر. وانا بالنسبه لي انا برضو عايز اقف عند حته الحكم. انا ما بحبش اتكلم عن احكام كتير، حكام كتير، وما بحبش اتكلم عن حته التحكيم. بس هو في حاجه كده اللي هو انت اعمى. يعني دي واضحه زي الشمس. الكرة بتاعت اللعيب اللي هو اسمه برنس دوبي بتاع زيمبابوي، اللي دخل على قصبة محمد صلاح. محمد صلاح وقع على الارض، احنا قلنا خلاص، الواحد حط ايده على قلبه، قلنا خلاص دي اصابة رسمي مش هيكمل البطولة، البطولة راحت. اللي هو احنا 50% من قوة منتخب مصر موجودة في اللاعب ده، انت بتقتله. فاللي هو حكم، انت يعني انت رحت للفار في كرة، يعني كرة عبيطة اللي هي في اول الماتش اللي هي جت في بطن المدافع بتاع زيمبابوي، ووقفتنا 3 4 دقايق، كرة باينة زي الشمس انها في بطن اللعيب بتاع زيمبابوي. فما دام انت بتعرف تقف وبتعرف ترجع للفار، ما تبص على الكرة دي. بص على الكرة اللي صلاح دخل عليه وكان هيكسر صلاح فيها دي، اللي هو الواد اصلا المفروض يطرد، وده هو ده الواد اللي جاب فينا الجون على فكرة. يعني هو الكرة دي المفروض كان طرد، وسبحان الله الواد ده راح رجع جاب فينا جون.
ففي كده الواحد يعني كلام كده الواحد يعني زهق من كتر الكلام فيه. حته التحكيم، حته الاخطاء الدفاعيه، الكوارث الدفاعيه. آه، عندي برضو مشاكل في حته نص الملعب. تحس ان في مسافات في نص الملعب، في عندي ما بين لعيبه نص الملعب وما بين الدفاع، لا تحس ان في مسافه. لا في منتخبات كتير هتلاعبنا بتلعب على الحته بتاعت التمركز بتاع نص الملعب، زي منتخب مثلا جنوب افريقيا بتلعب على الشورت باسز، على الكره البسيطه اللي بتتلعب في نص الملعب. انت هيبقى عندك كارثه في الماتشات دي، ان انت يبقى عندك مساحات ما بين نص الملعب والمدافع، ما بين نص الملعب والمهاجم. لا انت كده في زي مراجيح في نص الملعب، لازم تضيق المسافات على قد ما تقدر. عندك كوارث دفاعيه لازم تعالجها، لازم تتكلم مع المدافعين القلوب الدفاع، سواء حسام عبد المجيد او سواء ياسر ابراهيم. حتى لو كانوا هم دول احسن الوحشين اللي عندك، لازم تتكلم معاهم في حته الاخطاء والتمركز في الكره العرضيه والهدوء. لازم يفكروا شويه بدماغهم، لازم ما يبقاش متنشنين، لازم نص الملعب يرجع، لازم يبقى في بالذات الكلام على المهاجمين زي صلاح او تريزيجيه، لازم يضموا على نص الملعب، بالذات مع المنتخبات اللي بتلعب في نص الملعب كتير، باصات كتيره، ما بتلعبلكش على الاطراف. واخيرا حابب انهي الفقره بتاعتي بحته محمد صلاح. محمد صلاح الصراحه انا مبسوط له. يعني الجون، يعني هو مضغوط، انتوا اكيد عارفين الاحداث اللي بتحصل معاه بقى له فتره مع ليفربول، ان هو ما بيلعبش، وان هو في هجوم من الاداره بتاعت ليفربول عليه. فهو جاي اصلا متنشن مضغوط عليه عيون كتيره. سواء حتى الشعب المصري حتى مستني ان هو يعمل حاجه، لان هو دايما الشعب المصري متعود ان محمد صلاح بيجي معانا المنتخب بيبقى خايف على رجله من الاخر، مش عايز يلعب، مش خايف على مستقبله عشان خاطر ليفربول ومش عايز يلعب. لا هو مضغوط. بس الصراحه انا انبسطت له جدا جدا بعد ما جاب الجون في الدقيقه، في الوقت ده بالذات، وان هو قدر يكسب مصر في اخر دقيقه من الاسيست بتاع مصطفى محمد، وقدر محمد صلاح يخلصها بطريقه حلوه. لا انا انبسطت له جدا في وقت زي ده، في وقت زي ده بالذات، يخليه يرجع تاني ذهنيا قوي، يقدر يخش الماتشات اللي جايه، ويقدر يرفع مصر قدام، ويقدر يخش ويهاجم ويجيب اجوان ويتالق. فالجون ده بالذات بالعكس ده في مصلحه محمد صلاح، واحنا كشعب المفروض نقف في ظهره، ونقف جنب المنتخب كله. حتى لو تختلفوا معايا في حته ان المنتخب لعب وحش امبارح ولا حلو، انا بالنسبه لي ما لعبش حلو، بس الحمد لله ان احنا وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. ونتمنى ان ده ما يتكررش تاني قدام. احنا لسه عندنا ماتش جاي بتاع جنوب افريقيا. انا بالنسبه لي جنوب افريقيا اتقل منتخب في المجموعه بتاعتنا احنا بالذات، بس انا واثق جدا 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 ان احنا ان شاء الله هنكون قدها وهنتالق. وان شاء الله نتيجتنا هتبقى قدام جنوب افريقيا احلى من الماتش ده، وهيبقى ادائنا كمان اعلى. مصطفى محمد بنسبه كبيره كان هيبقى مصاب تقريبا، مش هيلعب، فبالتالي هنلعب بعمر مرموش برده، وهنلعب بنفس الخطه تاني، وامام عاشور تقريبا هيبقى الموضوع عدى. وانا عجبني جدا لقطه امام عاشور لما خرج، انه ما عملش بلبله، ما عملش تنشنه، ما فيش خناقه حصلت ما بينه وبين حسام حسن، ولا بينه وبين الجهاز الفني بره. بالعكس ده طلع وكان ابتسامه على وشه والدنيا بسيطه، ما رضاش يعمل ضغط اعلامي حتى بعد الماتش باللقطه دي. بالعكس ده هو كده يعني عمل ترابط قوي ما بين الجهاز الفني وما بينه. وعلى فكره هو هينزل، انا متاكد هينزل عادي الماتش الجاي عادي خالص، وهيلعب والمنتخب هيتالق. بس كده يا جماعه، اللي يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى اشوف كومنتاتكم وتقولوا لي مصر هتعمل ايه في الماتش الجاي بتاع جنوب افريقيا ده، ورايكم ايه في الماتش اللي فات. اشوفكم من جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.